صوت انفجار عنيف يشق صمت الليل، وتتوالى الانفجارات في مدينة عمران متوهجة وممزوجة بصوت المقاتلات الأمريكية. وعند وصولنا تطالعنا ألسنة اللهب وأعمدة التوفان في مبنى المواصلات ومبنى إدارة الأمن بمركز المحافظة. وصلينا ودرسنا لنا المعلوم وخذيت أرقد ورقدت الحمد لله. جالي زميلي بيقول لي خلاص ما بلا تخرج ضروري، قلت بسم الله الحمد لله. فوها مال الشيء تخرج أنا ما زد لحقت. ومن ثم سمعنا صوت الانفجار السابع بعيدا عن موقع الغارات الست الأولى. وصلنا حيا سكنيا تجردت فيه المنازل من سواترها، وسمعنا صراخا تبعناه لنرى جريمة جديدة لأمريكا وقطيعها الوحشي. يا سلمان يا كلب يا ملعون يا عيال الكلب، لا قاتلوا ولا هم حاذوا ولا هم دارين بينهم. الله يعجل بزوالك يا سلمان، الله يعجل بزوالك. جريمة عشان على الأسرة كلها طاحت، والبيت اللي جنب طاحوا كلهم. جريمة عشان بسرد الرجال اللي خرجنا قبل شوية. في تمام الساعة 3 بعد منتصف الليل يومنا هذا وقعد غارة على بيت أحد المواطنين منزل الجتيم ومنزل الماخذي، وفي وسط الحارة لا يوجد شيء ولا توجد معسكرات ولا توجد أي حاجة. وبسبب الحصار وتأثيره على مستوى الخدمات الصحية، بعض الحالات الحرجة من الجرحى توجهوا مباشرة إلى العاصمة. والحصيلة النهائية معنا الجرحى يعني 15 جريح، 15 جريح، ومعنا الشهداء 3 نساء و3 أطفال و3 رجال. والصبح أسفر عن عدو أمعن في القتل والدمار، ومساكن كانت تؤوي آل الجتين حولتها أمريكا. ومن خرجوا من براثن الموت همه أمرين: البحث عن مسكن والعزم بأخذ الثأر ممن جرده مسكنه.